نورت بيت اخوك. اتفضل يا محمد بيه، اتفضل. ايه العز ده يا حسين؟ عز من فضل ربنا يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد، اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين، لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده؟ تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابقى اقبض عليك. انا ما شرفنيش اقعد في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسين تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته: يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا متهيأليش ان في حد في العيله مات ورايا. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته، مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي، وانا ما اعرفش ان قلبك كده، ما اعرفش. وانا ما اعرفش ان انت كمان قلبك كده، بس من ساعه ما قبلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرض سمعتك. انت ايه؟ اتخرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجه يا ايمان، انا محمد شايفينك. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ انت بتتكلم عني انا؟ ايوه انت يا ايمان. معتز ما ماتش بسبب المأمورية. مات ازاي يا محمد؟ حسام زقه من على الجبل ووقع. غصب عني، والله العظيم 3 غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان منصور ليه؟ ليه حرام عليك؟ ليه؟ اسمعيني دقيقة واحدة عشان خاطر ملك. طب عشان خاطر اللي في بطنك. انت حامل، عارفة يعني ايه حامل؟ يعني بقى بينا دم، في بينا عيل جاي. فتسمعيني، حقي عليكي انك تسمعيني. اقسم بالله العلي العظيم اللي حصل ده ما كان مقصود. يا ايمان انا كنت اعمى، ما كنتش شايف قدامي غير طار سلمى ومنصور. اللحظة اللي بضرب فيها منصور معتز جه يحوشني زقته وقع من على الجبل غصب عني. فرق كبير بين انك تموتي حد قصده وانك تموتيه غصب عنك. فرق كبير ان انا ابقى زق من على الجبل عشان اموته، واني كنت اعمى. انا لما اتجوزتك كنت عشان اخدك في حضني انت وملك، عشان تبقي تحت عيني. معتز ده كان صاحبي واخويا وظهري، غلاوته عندك من غلاوته عندي. ولازم تصدقيني، لازم تصدقيني، انت هتبقي ام ابني. بلاش البصه اللي في عينيكي كده، انا مش قاتل، والله ما قاتل. محمد مجنون، محمد في دماغه شويه. هتكذب؟ والله ما بكذب. يا تكذب حبيبتي، مصدقاني؟ مصدقاني؟ طلقني يا حسين.
تعمليش في نفسك كده. انا ازاي يا ماما؟ انا ازاي؟ ماما انا حاسه ان انا اغبى واحده في العالم، ده خدعنا كلنا. ماما الراجل اللي انا اخترته يحميني انا وملك طلع هو اللي قاتل معتز، انت فاهمه يعني ايه؟ ما قدر ومكتوب يا ايمان، ما قدر ومكتوب يا حبيبتي. لا يا ماما، انا مش هفضل متجوزه الراجل ده ومش هخلف منه. يعني عايزه تعملي ايه بس؟ هسقط البيبي يا ماما. ايه؟ الو. ايوه يا ايمان، انا حسام ومن فضلك ما تقفليش السكه. عايز اتكلم معاكي شويه. مفيش كلام بينا. لا في بينا ابننا. ابنك ده انا هنزله اول ما اقدر. انت بتقولي ايه؟ انت فاكرني لسه عايزه اخلف منك؟ نعم. اتجننتي؟ بالعكس انا عقلت، عينيا فتحت. ولا يعني فتحت يموت ابنه يا ايمان؟ وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمان، انا واقف قدامك اهو. عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا. ابني لا يا ايمان. ومستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموت ابني يا ايمان. زي ما حرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور بطاش، وبعدين ما هو مش ابني لوحدي، ابني زي ما هو ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بص يا ايمان، حقوقك وحقوق ابني هتوصلك وعليهم ورقة طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له.